السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم على ليلى عبد اللطيف، ربي يلطف بينا وبيكم. كيف العاده لايك وسبسكرايب. عملت فيديو على ليلى عبد اللطيف في العام اللي فات 2023، حرفيا حكينا على برشا حاجات عليها وعلى توقعاتها، ولكن في ليله راس العام رجعت وطلت علينا ليلى عبد اللطيف توقعات لسنه 2024. خلينا نقولوا بين قوسين، وقلتها ونزيد نقولها، كذب المنجمون ولو صدق. احنا مانيش نمنوا بالكلام اللي قاعده تقول فيه المخلوقه هذه، ونحن باش نحكيوا على شنو هي قاعده تتوقع، وهل واحدة من الأشياء هذه صارت ولا الكل كلام فارغ. ليلى عبد اللطيف في توقعات غريبة رأس السنة. ليه وكملت عملت ابليكاسيون خاصة به، لا حول ولا قوة إلا بالله. سنشهد المزيد من انتشار الأوبئة الخطيرة والأمراض الغريبة في أفغانستان وكينيا، وسنرى مدينة زيمبابوي وكأنها مدينة أشباح. استنى تتفائلي للسنة الجديدة، طول دخلتينا بالأمراض والأوبئة. كان كبير يضرب عمق البحر المتوسط ويسبب موجات ومن بينها اليونان وقبرص وتركيا، وهذا الخطر صحيح العالم دخل في حيط انفجار بركان في البحر الأبيض المتوسط. هذه ايش توقعت ليلى عبد اللطيف؟ سيهدد تونس والمغرب. لحظة ايش قالت تو؟ تونس والمغرب. قالت تونس، شدي فران يا بنتي، شندخلك انت في تونس؟ بري توقع بعيد، بري توقع بعيد يا بنتي. واسبانيا وفرنسا وايطاليا واكثر من دولة عربية على خط البحر. ليلى عبد اللطيف اللي ان شاء الله ربي يلطف بها وبينا، لعمرها توقعت حاجة فيها الخير، ديما مهبطة كان السخط والهم. كل هذه الاشياء اللي قاعده تصير في العالم من كوارث ومشاكل، بالنسبه لي انا نعتبرها قضاء وقدر، وما ينجم حتى شخص انه هو يعلم الغيب ويتوقع الاشياء هذه. وقايه خاصه تظهر في بعض دول العالم التي اراها بتتعرض الى موجه انتشار للحشرات السامه والقاتله وباعداد مخيفه. صيي ديناصورات. ليلى عبد اللطيف قالت لكم في 2024 باش يطلعوا ديناصورات يطيروا. والبتلات المصمم خصيصا للحمايه من اللدغات السامة نشان، وسنرى طائرات في سماء أكثر من دولة تقوم برش هذه المبيدات المضادة والفعالة للقضاء. يدي شفت وين أي حشرة تقرب مني بشلك الموفة ذي نعطيها على راسها. الكاميرا ذي المكسب رجعوا لبلاصتك. بيه يسمعوني لحظة، شفتوا الكلام اللي قالته هي الكل راهو كلام مخطط وحاضر ومدروس، فما عبيد قاعدة تخطط وهي اللي تعمل في الأشياء هذه، وليلى ليلى عبد اللطيف حاطينها فيترينا زعما تتوقع في الأشياء هذه، واللي هي الأشياء هذه هي تعرفها وفي بالها بها باش تصير. لذا الناس المصدقين انه ليلى عبد اللطيف قاعده تتوقع في المستقبل، ننصحكم راجعوا دينكم لهنا مفهومين. الشهير بيتعرض لأزمة صحية طارئة بتؤدي إلى وفاة مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب. بربي ما يطلعش كريستيانو، بربي يا ليلى ما تجبديش كريستيانو. يقف قلبه يعني ليلى؟ تؤدي إلى وفاته على أرض الملعب. هلا أرض الملعب برات الملعب ما بعرف. ليه ليلى عبد اللطيف نجم تقول لك مثلا كيفاش هو باش يموت، يعني باش يموت في الملعب، باش يموت في الدار، باش يموت وهو مروح من الملعب للدار، باش يموت عامل هكا، باش يموت عامل هكا، باش يطيح، باش يدوخ، تعطيك بالضبط يعني تعطيك البحث كيفاش باش يصير. وأحذر رجال المال والأعمال وأصحاب الثروات وأقول لهم بال 2024 باشروا من الآن بشراء العقارات والذهب والفضة. صراحة الحديث هذا ما خافش منه، خاطرني لاني رجل أعمال، لا عندي أعمال لا عندي فلوس، وخايكم فقير امكس بها الكاميرا نعمل فيها فيديوهات على اليوتيوب. صيي المراه هذه قريب تقولنا استغفر الله العظيم الجمعه الجايه راهو صيي الجمعه الجايه الناس الكل باش تموت، استغفر الله العظيم يا رب. اسمعوني ما نحبش نكملوا الفيديو كاهو فيديو فيه كاهو يا سكا ربع. هي ما تنسوش لايك وسبسكرايب وكومنتير مزيان كيفكم. بيس اوت مع السلامه. يا سكا ربع زيدو ونومي، عندي طاقة وحاسيسي نطقوني، تعبتو ما كنتش غشاش ماذا بيا تاخو